دليل العربيات للمبتدئين الجزء الاول. الفيديو ده هيكون عن الزراير بتاعه التكييف. لو انت مستجد في العربيات فاكيد كل اللي قدامك هنا ده لوغاريتمات، واحده واحده معايا كده وانا هحلها لك. اولا تشغيل التكييف مفيش اسهل منه. هنلاقي بكره في النص هنلفها يمين او شمال، وكل ما نزود كل ما المروحه هتبقى اسرع وتطلع هواء اكتر. تاني بكره هي البكره بتاعه درجه الحراره، وهيبقى محطوط عليها ازرق او احمر. طبعا كل ما نروح للازرق كل ما هيبقى اسقع، وكل ما نروح للاحمر كل ما هيبقى اسخن. وخد بالك ده مش معناه ان الهواء اللي خارج من التكييف هيبقى اسقع، ده معناه ان انت لما هتقلل درجه الحراره التكييف هيفضل شغال فتره اطول عشان يوصلها لدرجه الحراره دي، ولما يوصل الكمبريسور بتاع التكييف هيفصل. نفس منطق تكييف البيت بالظبط. ولما درجه الحراره تعلى تاني الكمبريسور هيشتغل تاني فيخرج هواء ساقع تاني. اما بقى لو رحت للسخن فده هيفصل الكمبريسور خالص، لان التكييف السخن مش بيشتغل على الفريون، بيشتغل على ميه التبريد بتاعه الموتور. نيجي بقى للزراير اللي قدامنا دي، وساعات عربيات بتبقى الزراير دي على شكل بكر بس هتبقى نفس الرسومات بالظبط. الزراير دي بتتحكم في اتجاه الهواء هيطلع منين. هنا هيطلع على الازاز وعلى الازاز الامامي، هنا هيطلع على وش السواق اللي هي الهوايات الاماميه، وهنا هيطلع على الرجلين من تحت. وطبعا ممكن تستخدم اكتر من اتجاه وتشغلهم مع بعض، يعني ممكن اطلعه على الوش وممكن اطلعه على الرجلين في نفس الوقت، وممكن اطلعه على الازاز برضه في نفس الوقت. في حاجه بقى مهمه هنا، ان الزرار ده بنستخدمه في الشتاء لما بيحصل شبوره على الازاز من جوه. اول ما بندوس عليه التكييف بيشتغل وبيلغي الشبوره اللي على الازاز من جوه. خلي بالك في فرق بين العلامه دي والعلامه الثانيه بتاعه الازاز الامامي. الازاز الامامي بيبقى فيها قوس، الازاز الخلفي بيبقى فيها مربع. فالزرار ده معناه ان هو هيشغل السخانات بتاعه الزجاج الخلفي. السخانات دي بنستخدمها عشان الشبوره اللي بتحصل على الزجاج الخلفي في الشتاء، وده بيخلي الخطوط اللي في الازاز اللي ورا تسخن فتسخن الازاز وتدوب الشبوره. نيجي بقى لزرار الاي سي، وده اللي بيفصل وبيشغل الكمبريسور، وكنت عملت فيديو قبل كده عن الاستخدام الصح للتكييف، ممكن ترجع له هتعرف احنا ممكن نستخدمه في ايه. دي كانت الزراير الاساسيه الموجوده في كل عربيه. اما هنا بقى في زراير تانية زي زرار الاوف، وده طبعا بيقفل التكييف خالص، وزرار السنك، وده بيخلي درجه الحراره اليمين والشمال زي بعض، باعتبار طبعا ان التكييف ده دول زون، يعني ممكن تظبط درجه حراره يمين للراكب غير درجه حراره السواق. واخيرا بقى الزرار ده اعتقد كل مصر عارفاه، ده بيتحكم في دخول الهواء من بره العربيه، ومصر كلها طبعا قافلاها عشان تحافظ على فلتر التكييف بتاعها. للاسف فكره انك تبقى قافل التهويه اللي جايه من بره العربيه طول الوقت دي حاجه غلط، وهتكلم عنها في فيديو لوحده. الفيديو ده هتكلم فيه عن العادات اللي المفروض نعملها عشان نحافظ على ريحه التكييف. لو عندكم زراير تانية في تكييف العربيه ومش عارفين هي بتاعت ايه، حطوا لنا الصوره بتاعتها في الكومنتات واحنا هنبص عليها.